اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده بقى هعمل لكم شويه افكار كده للغدا والعشاء، وتنفع فطار كمان. وطبعا فيديو دسم وجميل جدا جدا وبأقل التكاليف كمان. طبعا احنا جبنا الاجنحه في فيديو المشتريات، جبنا ال3 كيلو اجنحه دول. فانا هعملهم كده بملح وفلفل. بعد ما غسلت الاجنحه كويس جدا 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 هعملهم كده بملح وفلفل وليمون وبهارات فراخ، واولع عليهم كده ورق لورا وحبهان، واسيبهم كده يصفوا ميتهم خالص، وبعدين اكيسهم واشيلهم. اعمل بقى بالفيجيتار، اعمل باللي هو بالعسل وفي الفرن كده صينيه اشكل فيهم بقى، وتبقى دي فكره من افكار الغدا، وعملنا كذا اكله بيهم كمان. هنا بقى انا عندي كيلو لحمه على دهنه لحمه وفيها حتتين دهن. فانا بقى ايه، زهقنا من سلق اللحمه وعمايل اللحمه بالطريقه التقليديه. فانا قلت هعمل ايه، قلت هعمل فكرتين من الكيلو اللحمه ده، بحيث ان هما الفكرتين دول هيكفوني 3 ايام ولا حاجه، ويبقى كده انا عملت غدا باقل التكاليف وينفع عشاء كمان. طبعا اللحمه هفرمها في الكبه. طبعا الكبه دي زي الكبه التانية اللي اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات، لازم تبقى محكمه الغلق وحطها كويس جدا 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 وانتي بتفرمي. طبعا انت هتشوفوا دلوقتي انا بعملها ماهيش محكمه، فالفيشه بتتسلت كده وهي نفسها بتتفكك من بعضها، وبتبقى مريعه، يعني بتبقى مخيفه، مش حاجه سهله. عشان كده بتخففي عليها خالص. وطبعا هي في اللحمه بتسخن، هي كويسه جدا في كل حاجه الا في اللحمه بتسخن، فبتستني عليها لغايه ما تبرد، وما بتحطيش لحمه كتير. ويا ريت ما يبقاش فيها شغط ولا كلام من ده. هو احنا يا جماعه بنقول ان احنا بنفرم في البيت وانضف ومش عارفه ايه، بس برضو مش زي بره، لان الامكانيه عندنا في البيت مش زي بره. لا، الامكانيه غير خالص، مفيش الكلام ده. مفيش ان انا هتطلع زي بره تبكى، لا، بيبقى في شويه تنازلات وتضحيات. بيبقى في حته مكلكعه كده في المفروم، بيبقى في حته بتقعد تندغ فيها كده زي اللبانه، بيبقى في حته شغته، بيبقى في حته جلده ما اتفرمتش، وهكذا. انما المفروم اللي بره بيبقى كله مفروم في بعضه. فاحنا بنعمل في البيت حتى اكلات بره اللي احنا بنعملها في البيت برضو ما بتبقاش بالكفاءة اللي هي 100%، والتقديم الواو والحاجات اللي هم بيعملوها علشان التسويق والحاجات دي. لكن احنا بنجتهد ان احنا نطلع اقرب حاجة وانضف حاجة واحسن حاجة. وطبعا بنبقى فيه شوية تنازلات زي ما قلنا، زي الطعم، يعني زي ممكن ما يكونش الطعم، التقديم، الكلام ده. طبعا هنا بقى انا بعد ما اتفرمت نص فرمه في الكبه الاولانيه دي اللي هي الفضي، نقلتها في الكبه دي علشان اديها فرمه كامله، وبدات انقل بقى من هنا لهنا علشان انا عايزه ايه، اعملها مفروم. وسبت التانية انها تبرد شويه وتهدى. هنا شايفين حته الشغطه اللي طلعت دي، طبعا انا بفرم في البيت زي ما اتفقنا بامكانيات البيت. حاولت بقى كده ان انا اعمله، قلت اجيب لكم اللقطه دي عشان ما تفتكروش ان اللي بيعملوا الفيديوهات على اليوتيوب وبيجيبوا لكم بقى ان هم فرموا في الكبه بتاعتهم وطلعت مفرومه واو، ويطلعوا لكم اخر لقطه. انا كان ممكن اعمل كده، لكن لا، في صعوبات. الصعوبات اللي بتقابلك هي اللي بتقابلني، ده اللي انا عايزه اوصله لك. الصعوبات اللي بتقابلك وانت بتفرمي في البيت بالكبه بتاعتك هي بتقابلني برضو، والملاحظات اللي بتقابلك هي بتقابلني. فما فيش حق، انا بنقول لكم تجربه طبيعيه، احنا شيء طبيعي من البيت. انا واقفه في مطبخي في بيتي بيقابلني صعاب كل ست بيت بتشوفها، بس احنا الفرق ان احنا بنحاول نطلع الصوره مجمله، وبنحاول نطلع الاكل في تقديمه حلوه، وبنحاول ان احنا نعمل حاجات كده ايه زي تسويقيه برضو عشان الفيديو. لكن يا جماعه احنا زينا زيكم بالظبط في كل حاجه، في كل حاجه. زي ما انت واقفه كده تاخدي اللحمه اللي هي ما اتفرمتش تحطيها تاني وتحاولي تفرميها تاني، وتلاقي الكبه سخنت تستني عليها، او تحطيها في كبه تانيه، وهكذا. تمام. دي بس ايه ملحوظه كده كنت عايزه اقولها لكم، عشان في ناس بتتعقد اصلا لما بتشوف فيديوهات اليوتيوب تقولك انا فاشله، انا ما بعرفش اعمل حاجه، اشمعنى هم على القنوات بيعملوها هوا. يا جماعه لا، ده مونتاج وتسريع وقص ولزق وحاجات كتير قوي.
فان انتي وانتي بتتفرجي عليا كده اعتبري انتي اللي واقفه في المطبخ، هتلاقي نفس الكلام بالظبط. هنا بقى انا هعمل العصاج. حطيتها طبعا من غير، خدت جزء كده هعمله عصاج، هعمل بيه صينيتين مكرونه بالبشاميل. فخدت العصاج حطيته من غير دهون خالص، لان زي ما انتم شايفين لونه فاتح فيه دهون. وعملت بقى ايه للعصاج، عملت فلفليتين فلفليتين، وعملت شويه كزبره وبقدونس، وعملت طماطمايه وبصلتين او كذا بصله، يعني انا هضاعف كميته بالحاجات دي. بعد ما فرمتهم كده كويس، وممكن تحطي قرن فلفل حامي برضو لو انتوا بتحبوا الحاجه سبايسي وحاميه وكده، واو حطوا. بعدين بتروحي بقى ايه حطاهم على العصاج بعد ما تفتفتي اللحمه خالص بالمعلقه كده، تفتفتيها خالص 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 عشان ما تبقاش مكلكعه او تثبت على كده. حطينا بقى الخليط القمر ده، وحطينا فلفل اسود، وحطينا بهارات لحمه، وحطينا ملح، وظبطنا الدنيا. مفيش اكتر من كده. عندك ورق لورا مطحون حطي، عندك حبهان مطحون حطي، وحيقي بقى العصاج بتاعك الجميل ده. بتحطي في العصاج صلصه، بحط في العصاج معلقتين صلصه وشويه ميه واسيبه يستوي. ايوه هو العصاج بيحتاج يستوي يا جماعه، ما هي لحمه نيه مفرومه لازم تستوي طبعا. طبعا الميه اللي بتغلي في الحله الكبيره دي علشان المكرونه، واللبن هناك اهوت بيغلي قدامكم. انا بقى بعمل البشاميل بطريقه صحيه وطريقه عاديه. انا ما بشوحش الدقيق نهائي، ما بشوحش الدقيق. انا بجيب بوله فيها معلقتين الاول. بس بقول لكم ان المكرونه لو هتجيبوها سايبه يبقى لونها اصفر زي ما انتم شايفين كده، متبقاش فاتحه. هنا بقى اشيل شويه لبن كده عشان ايه نعمل شاي بلبن، نعمل حاجه على عشاء على الفطار، فمش لازم اعمل كميه اللبن دي كلها. وبعدين لو عندك شوربه بتزوديه، لو مش عندك خلاص. انا طبعا واخده كمان شويه لبن باردين او شويه ميه زي ما تحبي. وحطيت 4-5 معالق دقيق، وحطيت معلقه فلفل اسود او ابيض حسب اللي عندك، وحطيت كمان ملح. ظبطت الدنيا. وهبدأ بقى ان انا ايه اقلب كده بالمضرب اليدوي كويس قوي 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 لغاية ما الخليط ده يندمج كله كده في بعضه، ما يبقاش فيه ولا كلكوعة. بعدين اروح حطاه كده على اللبن، وافضل برضو ايه اقلب كتير 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 زي ما انتم شايفين كده لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. طبعا ما بتبقاش يعني تخينة سميكة ولا بتبقى مميمية، وسط كده. هنا بقى طبعا انا هعمل باقي المفروم، هعمل بيه كفتة. حطيت بصلة وشوية بقدونس او شوية خضرة، وعملت قرنين فلفل كمان. وطبعا هحط بيضة كمان على الخليط ده، ومعلقة بقسماط. وكان عندي بطاطس مسلوقة، حطيت برضو ايه شريحتين بطاطس مسلوقة. ايوه يا جماعة دي الكفتة الاقتصادية اللي انا بعملها. بحط شريحتين بطاطس مسلوقة وبيضة، وبزود القيمة الغذائية عشان الولاد. وبحط قرنين فلفل اخضر، وبحط معلقة بقسماط. ولو عندي خلطة كفتة بحط، ما عنديش خلاص بكتفي بالخضرة اللي انا حطيتها. بس اهم حاجة ما تكتريش الحاجات اللي فيها مية زي الخضرة، يا اما تصفيها عشان ما تفكش منك. تمام. وطبعا هي فيها نسبة دهون فطالعة جميلة جدا الكفتة. هي لونها فاتح كده علشان نسبة الدهون اللي موجودة فيها. عملت هنا الصينيتين اهم. الصينيتين دول يا جماعة يكفونا يومين، وممكن نتعشى كمان باللي هيتبقى. فكده انا عملت للفطار وللعشاء فكرة، ولمدة يومين كمان، وبطريقة اقتصادية جدا جدا جدا، مش مكلفة خالص. يعني لما تقضي يومين بنص مفروم دي حاجة كويسة قوي، وخصوصا لو 6 افراد وفي شباب وكده، فالدنيا كده تمام. هنا بقى طبعا بحط شويه جبنه موتزاريلا على الوش كده بتدي لون حلو. دول كانوا باقيين عندي، وبحطها بقى بزقها في الفرن، بتطلع جميله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الحلاوه والجمال. والكفته كمان طلعت معايا اهيت متماسكه ومش مفكوكه ولا اي حاجه. واتغدينا بالكفته يوم، ممكن كمان تتعشوا بيها. هعمل بقى هنا فكرة تجمع عائلي كده حلو. ازاي ده يا جماعة؟ طبق شكشوكة
العيلة كلها اتجمعت فيه وهي بتعمله. طبق اتجمعنا فيه كلنا وعملناه مع بعض، الشكشوكة، أبلة شكشوكة. طبعا انا بعملها بتطلع ناشفة شوية، لكن انا بصراحة زوجي او ولادي بيعملوها بتطلع جوسي كده وجميلة. فقلت لهم تعالوا علشان نوري المتابعين انتوا بتعملوها ازاي وبتطلع حلوة كده ازاي، انا من اول المعجبين بيها يعني. فطبعا قطعوا البصل والفلفل، حطوا البصل يدبل شوية على النار، معلقة زبدة او زيت او سمنة المتاح عندك، وكسرنا 4 بيضات. تمام. وهنبدأ بقى ايه، هما كسروا البيض في طبق، طبعا كل واحد يعتبر كسر له بيضة، وحطينا الملح والفلفل وبدأنا ايه نرب البيض كده وهو في الطبق، وسيبناه ركناه بالشكل ده. وطبعا ايه ابني الصغير بقى اعمل انا شويه وانا اعمل شويه، انا بس ما رضيتش ايه اسمعكم الصوت حتى في التقليب ده، مش ايدي طبعا. وهتلاقوا ابني دلوقتي جاي يقلب الصغير، ايده اتلسعت، لبس يا حبيبي جوانتي علشان يقلب فيه، هتشوفوا برضو اللقطه ديت. والمهم كان بجد احلى طبق شكشوكه كلناه في حياتنا وفطرنا شايفين، واتغدينا بيه ويتعشينا بيه، وممكن غدا برضو على فكره. هو لابس الجوانتي اهوت، ده النونه بتاعتي، لابس الجوانتي عشان ايه ايده الصهد بتاع الطاسه ما يطلعش فيها. فكلنا متجمعين على الطبق ده بجد، فرحه وقرب وحاجه حلوه قوي قوي. حطينا بقى بعد ما عملوا كده، حطوا الطماطم وسابوا الطماطم برضو تدبل سيكه كده، وبعدين هيحطوا الايه البتاع ده البيض. طبعا جايز هي مش طالعه ناشفه لان هم حطوا زيت كميه حلوه وزبده، وحطوا بصل برضو وطماطم كميه كويسه، وما سابوش الدنيا دي كلها تنشف، لا وهي فيها ميه كده وميه زي ما انتم شايفين. حطوا البيض اللي هم ربوه، وبعدين بداوا ان هم يقلبوها كده. اول ما دخل في سوا خلاص هي طلعت جميله. بس هم طبعا كانوا بيتحدوني ان هم هيعملوا طبق اجمل من اللي انا بعمله، وانا بعترف هو فعلا كان اجمل من اللي انا بعمله، وتحيه كبيره ليهم. عرفنا بقى الشكشوكه. طبعا عايزه اقول لكم الطبق ده لو اتعمل على الفطار او على العشاء خلاص يا جماعه، او لو انت مستعجله ومفيش اكل في البيت اعملوا طبق شكشوكه كده واتغدوا بيه. بحبكم جدا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. مع